مساء الخير. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحكي لكم قصة ست متجوزة من 22 سنة أو 23 سنة. صاحبة القصة اسمها صفاء. الست كانت متجوزة وهي عندها 19 سنة، كانت مبسوطة وفرحانة. قعدت سنة واحدة بس في سعادة، وبعد كده عرفت ان جوزها مدمن الجواز العرفي والحريم، وهي استسلمت للأمر الواقع عشان كانت حامل في أول طفل لها. وبعد كده ما عادش قدرت تستحمل، راحت لوالدها وقالت له أنا هنتطلق. هو رفض، قال لي أنا مربيكم 7 بنات وجوزتكم انتوا ال7 وعايز نرتاح. كان راجل كبير في السن، واللي في مكان تستحمل وتسد فيه. فهي اضطرت انها ترجع تاني لبيتها ولحياتها تاني والعذاب اللي هي فيه، واستحملت السنين ده كلها، وربنا كرمها ب4 أولاد. وطبعا مفيش استقرار، مفيش أمان. هو مأمن لولاده الأكل الشرب المسكن الكويس، كل حاجة متاحة لهم، بس مفيش. هي مش حاسة بالأمان لنفسها، لأنه هو افترى عليها كتير وظلمها كتير، وهي صبرت زي أي ست بتصبر على جوزها لما يكون عاصي. وقالت الحمد لله على ربنا بيديهولي، ربنا تشوف الفرحة في وش ولادها وتصلي وتحمد ربنا. هجرها سنين ورماها وتخدمه، قالت أنا هنخدمه زي ما يكون ولد من ولادي ولا عيل من عيالي. تعمل له أحسن أكل وتكوي له هدوم وتعمل له كل حاجة حلوة بإيديها، وهي عارفة إنه رايح لغيرها. واستحملت وكتمت في نفسها كتير كتير، بس هي عايشة في بيتها وحاطة نفسها هي وولادها في دايرة لوحدهم، بعيد عن شغل وبعيد عن كل حاجة. بس هو كل شوية يدخل ناس في حياتها وستات هي ما تعرفهمش، يقولها قريبتي، ده بنت عمي، ده مش عارف ايه، وهي تصدق وتكلمهم كويس وتقابلهم كويس وأحسن مقابلة وأحسن واجب عشان هي بنت أصول. فجت في يوم من الأيام عرفها على واحدة، المهم إنها ارتحت لها وصاحبتها، ما كانتش تعرف يعني، ما اتكلمتش معها كتير، بس عشان خاطر صاحبة القصة ما بتطلعش برا البيت كتير، ما بتتعاملش مع حد. طيبة جدا، بيتوتية بتاعت ربنا. اتكلمت معاها بكل سذاجة أو كل ثقة، وحكت لها حاجات كتير بينها وبين جوزها والحياة والذل اللي شافته في حياتها. طبعا الست دي خدت الكلام من صاحبة القصة وودته لجوزها وقالت له عذبها وهنها وكسر بخاطرها، وهي صبرت. يعني هي غلطانة عشان فتحت قلبها لحد ما تعرفوش، بس طول ما احنا عايشين بنتعلم من أخطائنا. يا ريت ما تثقيش في أي حد أبدا، سواء كنت حزينة، كنت مبسوطة في حياتك، كنت عندك بصي ايه كده، ما تتكلميش مع حد أبدا غير إن كانت أختك حبيبتك أو أمك تتكلمي معاها أو بنتك، إنما ما تفضفضيش لحد أبدا وتتكلمي مع حد أبدا، ما عادش فيه ثقة. بجد صاحبة القصة قاست ياما وشافت ذل وقهر ياما، وهو كان أناني معاها وحد معاها. يعني هو ما استحملش كلمتين هي فضفضتهم، هي ما افترتش عليه، هي قالت اللي كان بيحصل معاها بس. وهو كل ما يعرف واحدة، أنا مراتي مريضة، يعني يطلع على كتاف مراته عشان يوصل للست اللي هو عارفها، مش بيخونها بس، لا بيطلع على كتاف مراته كمان عشان للست اللي هو عارفها. طبعا يقول لها مراتي مهملة في البيت، مهملة في الولاد، مهملة في نفسها، مريضة،
بيتكلم عنها وحش، وهو أساسا هاجرها وسايبها وهي عايشة بصوا مبسوطة باللي هي واصلاله وحمد ربنا وطمعانة في كرم ربنا إنها تدخل الجنة بسبب صبرها على جوزها وكفاحها. لأن هي بتقول أنا مش هنيجي في نص الطريق ونمشي، مش لأ، أنا عايزة نكمل رسالتي أنا، حتى سواء حلوة سواء وحشة، هي الحياة كلها وحشة، هي خلاص ما عادش عندها ثقة في حد، خلاص قلبها مكسور، تعبت ياما في حياتها وشافت ظلم وأسى كتير كتير كتير. صاحبة القصة بتعاني بجد، يعني بيجي عليها فترات بيجيلها صداع نصفي اسمه الشقيقة، بتحكيله وتقولي بنعاني بجد، يعني ومفيش رحمة مفيش إنسانية خالص. هي بس طالبة بس تدعولها إن ربنا يفك كربها وكرب كل الأمهات المظلومة وكل الستات المظلومة، ربنا يفك كربها يا رب. يا صاحبة القصة ستة يعني عارفة ربنا وبتتمنى الخير حتى للي جاي عليها، بتتمنى له الخير برغم ان جوزها بيتكلم عليها وحش وظالمها. كانت في يوم بنتها بتلعب في التليفون بتاع باباها، منزلة لعبة ماشي وبتلعبها على التليفون، فجأة فتحت تسجيل المكالمات. صاحبة القصة سمعت الكلام اللي جوزها بيتكلم عليها وبيقولوا عليها بالحرف، وهي يعني بتقول لي أنا لو كنت حد قال لي جوزك بيتكلم عليك وبيقول عليكي كذا ما كنتش هنصدق، بس لما نسمع بودني لأ، ظالمني كتير. هي دلوقتي زعلانة انها حكت للست ديت عن حياتها، هي ما افترتش على جوزها، هي حكت الحياة اللي هي عاشتها بس، مش زي ما هو بيفتري عليها وبيتكلم عليها بالكذب عشان يوصل للستات اللي هو عايزه. طبعا هي حزينة ومقهورة، هي قصة حقيقية صراحة، وصاحبتها تعبانة وبتعاني. ادعولها ربنا ينصرها على كل من جه عليها وعداها، برغم ان كل اللي حصل لها مش راضية تدعي على حد، مترضاش تدعي على حد ابدا، لا على جوزها ولا على اللي تعرفهم ولا اي حاجة خالص، كل حاجة تقول فوضت امري لله، بس برأت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، بس ما بتقولش غير كده. بالله عليكم ادعوا لها. ودي صاحبة القصة وبتوجه لكم رسالة، ما تثقوش في حد وما تحكوش لحد اي حاجة عن نفسكم، سواء مبسوطين سواء زعلانين، ما تحكوش اي اسراركم لاي حد. نشوف وشكم في خير في قصة جديدة.